بعد ما اتكلمنا المره اللي فاتت عن اسباب الام مشاكل مفصل الفك، وقلنا ان في بعض العادات الخطا اللي لازم نتجنبها عشان نقلل فرصه حدوث المشكله دي. انا النهارده جاي اقول لك على شويه حاجات وشويه تعليمات لو عملتها ونفذتها بالشكل المطلوب هتقدر تتحسن بشكل ملحوظ وتقدر تعالج نفسك من غير اي تدخل من الطبيب. بس خليني في الاول اقول لك ان اطباء الاسنان بيقسموا مشاكل والام مفصل الفك لشكلين. الشكل الاول ان الالام دي تكون بسبب الجزء العظمي بتاع مفصل الفك، او ان الالام دي تكون بسبب عضلات الوجه والفكين اللي بتحرك مفصل الفك، وهي دي الاشهر والاكثر انتشارا. معظم الناس اللي بيشتكوا من الام مفصل الفك بيكونوا بيشتكوا من مشكله العضلات. الجميل في الموضوع ان مشكله العضلات حلها سهل، بيكون بشويه تعليمات وشويه حاجات بتعملها في البيت بشكل منزلي وبتحس بتحسن في وقت قصير ان شاء الله. طب ايه الحاجات المطلوبه دي عشان نقلل شد وتيبس العضلات؟ في الاول لازم انبه عليك ان العضلات بتكون في حاله اجهاد وفي حاله تنشن شديد، فانت محتاج تسترخي وتقلل اي ستريس انت عايش فيه عشان تكون الخطوات دي مفيده. اول حاجه لو انت بتاكل العلكه عشان تقلل الاستريس، نحاول نمنع الخطوه دي تماما على الاقل لمده اسبوعين، لان اثناء العلكه او مضغ اللبان ده بيجهد المفصل بشكل كبير. تاني حاجه لازم نمتنع عن اي مأكولات ناشفه زي الجزر او الخيار او المكسرات او الشيبسي او اي حاجه بتحتاج مضغ بشكل كبير عشان ندي فرصه للعضلات انها تلتئم وترجع لطبيعتها. ثالث حاجه وهي اهمهم واكثرهم فاعليه وهي الكمادات الدافيه، واحنا بنستخدم الخطوه دي بشكل كبير عشان نقلل التنشن اللي حاصل، لان انت العضلات لما بتكون في حاله تيبس العضلات نفسها مش بيكون وصل لها الدم الكافي وكذلك الاكسجين، وتركيز اللاكتيك اسيد في المنطقه دي بيكون زياده. عشان كده لما بنستخدم الكمادات السخنه ده بيزود ويوسع الشعيرات الدمويه ويزود الدم والاكسجين اللي واصل لها، وبالتالي بيكسر اللاكتيك اسيد الموجود في العضلات فبتبدا تحس بتحسن. طيب ازاي نعمل الخطوه دي؟ في الاول لازم نجيب قربه الميه السخنه او الكمادات الدافيه ونحط فيها ميه مغليه ونزود 25% من الميه العاديه عشان ما تكونش الخطوه دي مؤذيه للجلد او حارقه، ونلف القربه دي في فوطه ونحطها على عضلات الوجه على الاقل لمده 20 دقيقه، ونكرر الموضوع ده من مرتين الى 3 على مدار اليوم. واثناء استخدام الكمادات السخنه لازم نحطها على كل عضله لمده دقيقتين على الاقل لغايه اما نعدي على كل العضلات، وفي نفس الوقت نحاول نعمل مساج عشان نفك التيبس اللي حاصل عندنا. وصدقني لو قدرت انك تنتظم وتواظب على الخطوات بالشكل السليم هتحس بتحسن ملحوظ في وقت قصير ان شاء الله.